السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة وعشاق النادي الأهلي في كل مكان. لو أنت أول مرة تشاهدنا ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. أصدر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي 4 قرارات بشأن مشجعتي النادي المتوفيتين عقب لقاء الفريق ضد الاتحاد السكندري. وتوفي عقب المباراة كل من نورهان ناصر ونرجس صالح بسبب حادث سير عقب المباراة التي أقيمت في ملعب برج العرب. ونشر الأهلي بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تضمن 4 قرارات من الخطيب التي جاءت كالآتي: تكليف خالد مرتجي أمين الصندوق برئاسة وفد النادي، والذي يضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الإدارة التنفيذية والفريق الأول لكرة القدم لتقديم واجب العزاء لأسرتي الفقيدتين. إرسال خطاب عاجل لاتحاد الكرة للسماح بالوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الأهلي القادمة مع الداخلية، مع ارتداء لاعبي الأهلي شارات سوداء بالمباراة المشار إليها والمقرر إقامتها الجمعة المقبل. ويقوم مجلس الإدارة في جلسته القادمة ببحث الأمر والإعلان عن قرارات أخرى يراها مناسبة لدعم ومشاركة أسرتي الفقيدتين في مصابهما. تكليف الإدارة التنفيذية بالتواجد مع أسرتي الفاقدتين والمعاونة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن وتشييع جثمانهما إلى مثواهما الأخير وتقديم واجب العزاء. وتتقدم أسرة القناة بخالص التعازي لأسرة الفاقدتين وتتمنى لهم الصبر والسلوان والمغفرة والرحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.